السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بسكوت الشاي. هنعمله بقى بطريقة سهلة جدا ومكونات بسيطة وموجودة في اي بيت. هقولك على خطوة بسيطة جدا تخلي معاكي البسكوت ما يرتفعش معاكي، وكمان ما يفتحش قوي شائق معاكي وانت بتسويه، والرسمة كمان ما تختفيش خالص، وكمان البسكوتة طالعة خفيفة جدا ودايبة، واللهم بارك مقرمشة بجد، طالع تحفة. تابعي بقى الطريقة لحد الاخر، ويا ريت لو اول مرة تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. تعالوا بقى نشوف الطريقة المظبوطة، بس في الأول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة في نجاح البسكوت هي السمنة. أنا عاملة بسمنة عادية خالص، بس أنا مسيحاها من بالليل وسبتها لما جمدت معايا في التلاجة. عملت كده ب 400 جرام سمنة. المج اللي أنا حاطة فيه السمنة بيشيل معايا 200 جرام، بس في السكر البودر مش هيشيل 200 جرام. كل مج كده في السكر البودر 150 جرام. انا ضفت كده 450 جرام سكر بودر. وبعد كده يا جماعه السكر نخليه علشان لو فيه تكتلات، والسمنه تكون جامده معانا زي ما انتم شايفينها كده. ونبدا ان احنا ننزل السمنه. ليه بقى مش سايحه؟ السمنه لما يكون مجمده الخليط مش هيفك معاكي لحد الاخر خالص، وهيكون مظبوط معاكي من اول مره. فاحنا هنجمد السمنه ونشتغل بيها على طول، ما نعملش بسمنه سايحه. يا ريت نشتغل بسمنه صفرا علشان السمنه الصفرا بتدي نتيجه تحفه. اي بقى نوع سمنه انت بتفضليه، ان كانت سمنه عاديه او سمنه فلاحي، اهم حاجه يكون سمنه صفرا معاكي علشان بتدي نتيجه في البسكوت تحفه. بعد ما قلبت كده السكر مع السمنه نزلت بقى بالمضرب. في الاول كده هيكون لسه جامد، بس بعد ما هتقلبي شويه هتلاقي بقى ان السمنه فكت مع السكر وبقت معاكي زي الكريمه، وكل ما تضربي اكتر كل ما لونها هيبيض معاكي وتبقى خفيفه جدا. ونحاول ان احنا نضرب وندخل نسبه هواء كده علشان البسكوته تبقى خفيفه جدا معانا. الخطوه دي مهمه جدا ولازم نشتغل عليها مظبوط. عجينة البسكوت سهلة جدا واي حد يقدر يعجنها، بس اهم حاجة الخطوات ان انت تمشي عليها مظبوط علشان البسكوتة تطلع معاكي في الاخر خفيفة وكمان مقرمشة وفي نفس الوقت دايبة. بنوقف تقليب كل شوية كده وبننزل اللي على الحروف علشان الخليط يتضرب معانا كويس، وفي الاخر تبقى معاكي كده لونها ابيض وكمان زي الكريمة. بعد كده هننزل بالبيض، بس مش هننزل بيه كله مرة واحدة علشان الخليط ما يفكش معانا. نزلت بأول بيضة وهضيف معاها فانيليا علشان تودي أي زفارة. لو عندك اللي هي السايلة هتضيفي بقى معلقة كبيرة منها. الفانيليا يعني بتضيع الزفارة وكمان ما بتضرش معانا البسكوت، بتخليه ريحته جميلة جدا. وضفت كده ذرة ملح. انا بقى عايزه النتيجه زي ما انت شايفاه كده، علشان كده قلتلك ما تنزليش بالبيض كله مره واحده، وانزلي واحده واحده علشان الخليط ما يفكش معاكي ويبقى معاكي تقيل كده وزي الكريمه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد كده. هنركن بقى الخليط ونجيب 100 جرام حليب دافي، وهنحط فيه معلقه نشادر، وهنسيبه كده لمده 10 ثواني. هتلاقي بقى حصل فيه فوران، فلازم تتاكدي من خميره البسكوت هي شغاله ولا لا. النشادر هتجيبيها من عند العطار. خلي بالك من النشادر، يعني ما تكتريش نشادر زي ما انت شايفه كده. انا ضفت معلقه واحده بس، عشان النشادر لو كتيره هتخليه يرتفع معاكي في الفرن وكمان يشقق، وكمان مش هيبقى حلو خالص. انا ضفت معلقه علشان لسه برضه هضيف باكنج باودر. الباكنج باودر مع النشادر بيشتغلوا، فمش عايزين كمان نكتر من الباكنج باودر علشان الرسمه كمان ما تختفيش معانا واحنا بنسويه. انا نزلت بقى بالنشادر مش مره واحده، نزلت على كذا مره كده علشان الخليط ما يفكش. وبعد كده هنزل بالدقيق. الدقيق اللي معايا دقيق زيرو، نخلاه كويس في الاول، بس مش هنزل بالدقيق كله مره واحده. على حسب الخليط هياخد معانا دقيق قد ايه. يعني انا كده وزنه كيلو 300 جرام، هقولك اخد معايا دقيق قد ايه في الاخر. شايفين بقى المعلقه الباكنج باودر مش مليانه قوي علشان احنا ضايفين نشادر، علشان ما يرتفعش معاكي ويشق معاكي في الفرن لازم تظبطي الخطوه دي. في حليب دافي وهتضيفي معلقه نشادر، وبعد كده هتضيفي معلقه مش مليانه قوي من الباكنج باودر. الباكنج باودر لو كتر بيخلي البسكوت يرتفع، وكمان ممكن يفتح معاكي او يشقق معاكي وانت بتسويه. عجينه البسكوت ما بتتعجنش خالص، بتقلبي اول ما الدقيق بيختفي بتوقفي تقليب وتشوفي العجينه. لو طريه هتنزلي بالدقيق واحده واحده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى دعميني بلايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. طب احنا عايزين نعرف عجينة البسكوت المظبوطة من اول مرة علشان هنقطع الكمية كلها ونقوم نسويها. علشان تظبطي العجينة انزلي بقى بالدقيق واحدة واحدة. اول ما بالدقيق بيختفي بتوقفي تقليب وتعملي اختبار للعجينة، بس مش بايدك اللي انت بتعجني بيها.
اعملي بالايد التانية، هتضغطي عليها لو لقيتي فيها تشققات جامده تبقى العجينه كده يبست معاكي، بمعلقه حليب واحده وقلبيها. وبعد كده تعملي اختبار تاني، لو العجينه مش بتتلزق وكمان بتضغطي عليها وما فيهاش اي تشققات تبقى كده العجينه مظبوطه. اللهم بارك. هنعمل اختبار مع بعض. شايفين انا بعملها بالايد التانية وبضغط عليها، العجينه ناعمه واللهم بارك ما فيهاش اي تشققات. الدقيق اللي فضل معايا بعد العجين 200 جرام، يبقى العجينه اخدت معايا كده كيلو و100 جرام، على حسب الخليط هياخد معاك دقيق قد ايه. قمت شلت العجينه في التلاجة، هخليها نص ساعه على ما اجهز كده المكنه واجهز كمان الصيجان اللي انا هسوي فيها، تكون العجينه ارتاحت معايا في التلاجة نص ساعه. مسحت بقى الصيجان وربطت المكنه واخترت الموس. انا اخترت الموس اللي هو في النص، بيدي رسمه في البسكوت جميله جدا. وبعد كده طلعت العجينه وهبدا اشتغل على طول. لو ما عندكش بقى مكنه البسكوت ممكن تشتغلي بكيس الحلواني، لو ما عندكش المكنه او الكيس الحلواني ممكن تشتغلي بالقمع العادي بتاع البسكوت. هتحطي قطعه العجين وتضغطي وتكملي بقيه التشكيل بالقمع العادي. انا مش عايزه اي حاجه توقفكم، يعني نتصرف باي حاجه في البيت هنعمل بيها. واللهم بارك بجد، انا عايزاكي تجربيه علشان بجد طالع تحفه. جربيه بنفسك وشوفيه، بجد احلى بسكوت هتعمليه، طعمه مع الحليب بقى تحفه او مع كوبايه الشاي بجد تحفه. لو قلقانه جربي نص الكميه في الاول اللي انا عملتها، يعني نص المقادير اللي انا عملتها اقسميها واعملي الاول وجربي وهتشوفي النتيجه وهتشوفي طعمه كمان بجد احلى من البسكوت اللي احنا بنشتريه من بره. اللي انت عاملاه في البيت بتبقى مختاره نوع السمنه، علشان كده طعم البسكوت بيبقى طعمه تحفه. وكمان احنا عاجنينه بالحليب، بتاع بره مش هيحطلك حليب ولا هيعجنه بنوع السمنه اللي انت عايزاها. طبعا نوع السمنه هي اللي بتخلي طعم البسكوت في الاخر تحفه. النواعم كلها لازم تختاري لها سمنه حلوه علشان تديكي طعم في الاخر. بتقطعي بقى الكميه كلها علشان هتقومي تسويها، وبتوسعي بعيد عن بعضه وتدي مسافه علشان لسه هيستوي، وبعد ما بيستوي بيفرش شويه. في خطوه بسيطه خالص بس نسيت اقولها لكم في الاول، وانت بتعجني عجينه البسكوت ما تخليش العجينه يابسه خالص. يعني لو العجينه طريه معاكي تقدري تيبسيها. العجينه الطريه حلها في ايدينا هنيبسها، اما العجينه لو كانت يابسه وجيتي طريتي فيها وقعدتي تعجني في العجينه هتلاقي بقى العجينه بقى ليها عرق والبسكوت مش هيبقى دايب معاكي في الاخر. يبقى خلي العجينه طريه شويه معاكي، ان احتاجت معاكي دقيق انزلي معلقه معلقه. عجينه البسكوت معايا كانت مظبوطه من اول مره، علشان كده بقولك تابعي الخطوات لحد الاخر علشان تعملي العجينه من اول مره مظبوطه. انا كده خلصت الكميه يا جماعه، قمت على طول بقى اشغل الفرن يسخن، واول ما سخن وطيت البلاطه زي الشمعه، والجنوب زي ما انتوا شايفينها كده بيستوي على نار هاديه، وبتديري بقى الصاج كل شويه علشان يديك لون موحد وكمان ما يتحرقش معاكي. اللهم بارك، السوا بجد تحفه. ريحه البسكوت بقى وهي بتستوي اللهم بارك تحفه. انا كملت بقيه التسويه، اللهم بارك التسويه من فوق ومن تحت تحفه. لو هتسويه في فرن البوتاجاز هتمشي على نفس الخطوات. شايفين بقى النتيجه اللهم بارك، البسكوته خفيفه جدا ومقرمشه ودايبه، وكمان الرسمه ما اختفتش ولا ارتفعت معايا ولا كمان فتحت وهي بتستوي. لو بتعملي البسكوت والرسمه بتختفي وكمان بيرتفع معاكي وبيشقق من فوق، هقولك بقى جربي طريقه النهارده، بجد طريقه سهله جدا ومميزه واي حد يقدر يعملها. انا قعدت اتكلم عن البسكوت مش هديله حقه، انا عايزاكي بقى تجربيه بنفسك علشان تشوفي النتيجه وتشوفي ان هو مش كلام. بجد خفيفه جدا وكمان مقرمشه ودايبه. لو عامله كميه كبيره هتفرشي كيس في قلب حاجه بلاستيك وتلميها وتغطيها، بجد هتفضل معاكي مقرمشه وكمان دايبه زي ما انت شايفاها. اتمنى بقى ان يكون شرح بسيط، واتمنى ان تعملي بلايك